الكفتة المشوية في الفرن في حتة تانية خالص من حلاوتها وسهولتها، هتعملوها على طول من غير بقى ولا شواية ولا فحم ولا أي حاجة خالص، وبرضه هنعملها بريحة الفحم وبمقادير وتركات هتخليها هتطلع معايا زي بتاعة الحاتي بالظبط، مش هتعرفوا تفرقوها عن بتاعة بره. هقول لكم على كل حاجة تخص الكفتة في فيديو النهاردة تخليها هتطلع معاكم تحفة. ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم لان ده بيفرق معايا قوي، ولو مش مشتركين كل اللي عليكم تضغطوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ركزوا معايا بقى في كل اللي هنقوله عشان ناخد كده طعم وريحة. معايا المقادير: نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها نسبة حلوة كده من الدهون، دي مهمة قوي، وهحط كمان عليها حتة ليا ضاني كده افرمها عليها، دي بتودي الكفتة في حتة تاني خالص. تمام كده، ده بالنسبة للحمة بتاعتنا. بعد كده هحط 4 بصلات كبار كده يكونوا حلوين في الكبة عشان نفرمهم، وهضيف عليهم معلقة كبيرة كده من الثوم وعليهم قرنين من الشطة، وده اختياري. هنفرم البصلة بتاعتنا ننعمها كويس جدا عشان احنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نعصرها، وهناخد التفل بتاع البصل ده اللي احنا محتاجين نضيفه على اللحمة، والمية هنركنها على جنب عشان اقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. تمام كده، بمصفى بقى او بايدينا، بس خلي بالكم عشان هي فيها شطه، فبالمعلقه كده ونبدا ان احنا نعصر البصل عشان ننزل الميه بتاعتها، لان لما بيبقى فيها ميه الكفته بتاعتنا ممكن تفك من على السياخ. تمام، سواء عاملينها على سياخ او كده، بس بتلاقوا الكفته يعني فكت. خلاص كده فرمت البصل، هاخد بقى كميه البصل اللي عندي دي التفل وهحطه على اللحمه بتاعتي. عليهم هضيف ربع كوباية من النشا وربع معلقة من البهارات اللحمة، الفلفل الأسود والملح والسبع بهارات. إضافة مهمة بقى ما ينفعش إن احنا نستغنى عنها خالص، بضيف ربع معلقة كده من البيكنج باودر، ده بيخلي معايا الكفتة كده هشة كده ونافشة، ما تبقاش يعني مكتومة. وبعد كده هضيف شوية كده من البقدونس الأخضر، أنا مش عارفة هنا ضفت شوية صغيرين ليه، فانتوا يعني كتروا شوية. وبقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعض وبعجنها شوية حلوين لو هعجنها بإيدي. أما بقى لو أنا مش عايزة أعجنها يعني بإيدي، باخدها على الكبة زي ما أنا هعمل كده، وبضربها شوية حلوين كده في الكبة لحد ما تبقى يعني حتة واحدة كده مع بعض وتتلم، تبقى زي حتة واحدة، عشان كل ما بتعجنوا الكفتة كل ما بتبقى معاكم متماسكة وبتدي معايا نتيجة حلوة قوي بعد كده. تمام، هاخدها دلوقتي وهضربها على مرتين عشان الكمية عندي تكفي الكبة. ويا ريت لو انتوا تعملوا الكفتة قبلها بنص ساعة وتحطوها في التلاجة تستريح، بيكون بتدي نتيجة افضل كمان، وانا بصبعها وما بتفكش خالص. تعالوا دلوقتي بقى نجيب سيخ كده او اللي هي الخلة بتاع الشيش طاووق، ممكن نعمل كذا واحدة مع بعض عشان تبقى مفرغة كده من جوه. وهجيب مية البصل اللي احنا ركناها على جنب، وهبدأ احط ايدي في مية البصل واصبع الكفتة واقفل عليها من فوق ومن تحت، وممكن اضغط عليها كده بصوابعي بحيث تعمل معايا يعني زي شكل، او لو انا هعملها واسيبها على السياخ برضو بتبقى يعني تمسك معايا على السيخ، يعني الحركة دي عشان بس تمسك معايا. ما تنسوش تحطوا ايديكم في مية البصل، ده بيدي معايا برضو لون حلو للكفتة وبيدي ريحة حلوة وبيخليها تطلع زي بتاعت بره. هصبع الكمية اللي عندي كلها كده واحطها على السلك اللي هو بتاع الشبكة بتاعت الفرن، وهكون حاطة الصاج بتاع الفرن برضو تحت السلك عشان لو في اي دهون تنزل معايا على الصاج. بالنسبة بقى للتسوية بكون مشغلة الفرن ومحمياه على درجة حرارة عالية، وبعد كده هطفي الفرن وهشغل الشواية، وبعد ما تستوي معايا وتاخد لون من فوق هروح اقلب الكفتة على الناحية التانية عشان تاخد معايا لون. ده بالنسبة اللي هم الفرن بتاعهم زي بتاعي بيشتغل من فوق بس او من تحت بس. اما لو بيشتغل من فوق ومن تحت فهيبقى افضل طبعا. هنشغل الشواية ونشغل تحت وهنتابعهم، والفرن هتبقى ناره عالية. وهي في الفرن بقى ممكن نحضر اي سلطات او اي حاجه عايزينها كده جنب الكفته. انا هنا هحضر شويه سلطه طحينه كده، هحط معلقتين كبار من الطحينه وهحط عليهم شويه ميه مغليه كده عشان ندوب الطحينه بتاعتنا، وبعد كده هضيف كده نقطتين من الخل وعليهم هعصر نص ليمونه. بعد كده بقى هنضيف معلقه كده صغيره من الثوم المفروم، وعليهم معلقه صغيره يعني من الكمون والفلفل الاسود، وهضيف كمان الكزبرة، وهضيف الشطة، والشطة اختياري.
هقلب بقى، ولو احتاجت ميه ولقيتها يعني تخنت بعد ما ضفنا الليمون والخل هزود شويه ميه كمان، يعني حسب القوام اللي احنا عايزين ناخده من الطحينه، يعني براحتنا خالص. وبعد كده هضيف شويه ملح صغيرين، الطحينه ما بتحتاجش ملح كتير، وهنقلب كده. وكده خلصنا سلطه الطحينه. تعالوا بقى نبص كده على الكفته بتاعتنا في الفرن. انا هنا كنت حاطه فحمايه كده على البوتاجاز، سخنتها كويس، وبعد كده هاخدها وهرميها في الصينيه بقى اللي تحت الكفته كده، مع الدهون اللي نزلت والحاجات اللي نزلت كده هتعمل معايا يعني هتخلي معايا الكفته ريحتها كلها تبقى فحم كده، كاننا عاملينها على الفحم بالظبط. هسيبها برضو تكمل مع الكفته. كده خلصت الكفته وطلعتها بقى من تحت الشوايه. طبعا زي ما قلت لكم مهم قوي نتابعها عشان يعني ما تتلسعش مننا او اي حاجه، وتستوي وتاخد معايا كلها لون واحد، وتبقى معايا واخده لون حلو. تمام. ده شكلها بعد ما طلعتها اهو من الفرن. هحط بقى في طبق كده اللي هقدم فيه شويه بقدونس كده، يعني عشان الشكل بقى والحركات. بصوا الكفته هاخدها بقى دلوقتي وهبدا ارصها كده في الطبق بتاعي. انا هنا كنت عامله الكفته يعني حجمها كبير عشان تبقى يعني احس كده ان هي زي بتاعت بره بالظبط، وتدي معايا شكل حلو. هرش بقى شويه كده بقدونس، وهقدم معاها اي سلطه انا عايزاها. وبالهنا والشفا للي هيجرب مقدما. بجد طريقه تحفه وحلوه جدا للكفته، هتعجبكم قوي لو جربتوها. هتستغنوا عن اي طريقه تاني عملتوها بيها قبل كده. جربوا كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو، وهتاخدوا احلى كفته واحسن من بتاعه بره كمان. كفايه ان احنا عاملينها بايدينا وضامنين اللحمه احنا جايبينها منين. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. باي باي.